الغذاء هو كل ما يتناوله الإنسان عن طريق الفم وله تأثير إيجابي أو سلبي على صحة الإنسان. أي غذاء بيتكون من 5 عناصر ومكونات ضرورية لجسم الإنسان. أول حاجة الرطوبة أو المياه اللي موجودة فيه. تاني حاجة البروتين والكربوهيدرات والدهون والرماد اللي بيحتوي على عناصر معدنية زي الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم. فاحنا عندنا في رمضان إن شاء الله يبقى في صيام، وهيبقى لو اتكلمنا عن وجبة الإفطار، احنا هنعجل في الإفطار، هنبتدي نفطر على تمرات، تمر مع مية أو تمر مع لبن. التمر ده وظيفته بيحتوي على سكريات، بيحتوي على معادن، بيحتوي على فيتامينات، على مضادات أكسدة، وبيحتوي على نسبة من الألياف، وبيساعد الجسم في تجهيز عمليات الهضم اللي هتتم بعد كده على لما نيجي نتناول الوجبة الرئيسية. طبعا بعد ما ناخد التمور أو التمرات دي هنبتدي بقى ناخد حساء معين، سواء شوربة خضار، سواء شوربة فريك، شوربة أي نوع من أنواع الشوربة، ودي هتعزز المعدة إنها تبقى جاهزة ومستعدة لتناول الطبق الرئيسي بعد كده. هيبقى الطبق الرئيسي بعد شوية إن احنا هنتناول فيه سواء لحوم أو دواجن أو أسماك أو بدائلها زي البقوليات، الفول واللوبيا والفاصوليا أو العدس كمصادر للبروتين النباتي والبروتين الحيواني. بعد كده بنبتدي ناخد مصادر النشويات زي الخبز، زي الأرز، زي المكرونة، وبالتالي بعد كده ممكن ناخد فاكهة معينة. الفواكه بتمد الجسم بالمعادن والفيتامينات والمياه. بنيجي بين الفطور والسحور بنبقى حصل فقد في عملية الماء طول اليوم، فعشان نبتدي نعوض الماء دي نشرب كمية وفيرة من الماء بين الفطور والسحور، انها مثلا من 8 إلى 12 كوب على فترات مختلفة. طبعا بنيجي في وجبة السحور بنتناول الأغذية أو النشويات بطيئة الهضم عشان تبقى تديني السعرات الحقيقية وتظبط لي سكر الدم بانتظام وما ترفعليش السكر. بناخد مثلا حاجات طويلة الإشباع، فترة الإشباع بتاعتها طويلة، زي طبق الفول كمصدر للبروتين. بعد السلطات أو الخضر بناخد جبنة، بناخد بيض في السحور. طبعا بنتجنب برضو تاني الأغذية أو الأغذية المقلية تبقى فيها نسبة دهون عالية، والدهون دي طبعا بتزود السمنة وبتعمل عسر هضم، فما ينفعش احنا ناخد كمية من الدهون عالية، سعراتها بتبقى عالية. فطبعا لمريض السمنة ومريض السكر ما ينفعش اديهم الدهون العالية. ابعد عن الأغذية اللحوم المصنعة والحلويات، استبدلها بالعصائر. اخد كميه صغيره جدا من الحلويات لان فيها نسبه سكر، ويا ريت ما تتعمل الحاجات دي في البيت تبقى افضل من الشارع عشان بيبقى فيها كميه دهون عاليه. ابعد عن الاغذيه السريعه اللي جايه من السوق، ويتم اعداد الاغذيه بدل ما اعمل اغذيه مقليه ابتدي اعمل بالبخار او شواء او طهي بالبخار او سلق، استعوض بطرق اخرى بحيث ما يبقاش فيها نسبه الدهون عاليه عندي. نسبة الدهون هتزود لي مشكلة عند مرضى السمنة، عند مرضى أمراض القلب والصلب والشرايين، وبالتالي أنا بقلل كمية الدهون اللي عندي. ببعد تماما عن المشروبات الغازية لأن دي برضو بتساعد في زيادة الوزن. باخد الأغذية اللي بتحتوي على كميات مية كبيرة زي الخيار، زي البطيخ، زي المشروبات، زي الحساء اللي عندي. وببعد تماما على لان دوت هتفيدني اثناء خلال فتره الصيام طول النهار. اما يبقى في اطفال طبعا هندربهم بحيث برضو ان احنا نديهم اغذيه سهله الهضم ونديهم اغذيه متنوعه ومتكامله فيها المصادر اللي احنا قلنا عليها، البروتين والكربوهيدرات والدهون بنسب مطلوبه للجسم وليست زياده. وفي نفس الوقت نبعدهم على الاملاح عشان ده يسبب لهم عطش فيحسسهم بالعطش اثناء الصيام، فنبعدهم دائما عن الحاجات اللي فيها ملح كتير، ونديهم كميه ميه خلال الافطار من السحور. نبتدي نديهم كميات من الميه اللي هي تعوضهم اثناء فتره الصيام.
احنا عندنا مشروبات مرتبطة بالشهر الكريم، زي التمر هندي والكركديه والخروب والدوم والعرقسوس. دي من المشروبات دي احنا ما بنتناولهاش طول السنة، بنتناولها بس في الشهر الكريم، ودي من العادات والتقاليد الغذائية اللي احنا بنعتمد عليها في الشهر الكريم. احنا المشكلة عندنا ان في المشروبات دي بتنقسم لقسمين، في منها الصناعي وفي منها الطبيعي. هنتكلم على الصناعي الاول. الصناعي ده مشكلته ان هو بيبقى عباره عن سكر مع حامض ستريك ولون وطعم. للاسف الشديد طبعا ملوش اي قيمه غذائيه غير انه بيمد الجسم ببعض الكربوهيدرات والسكريات، ودي طبعا الافضل ان احنا نبتعد عنها تماما ونتناول الطبيعي. المشروبات الطبيعيه المنتشره في الشهر الكريم او اللي احنا بنتناولها في الشهر الكريم نتيجه العادات والتقاليد الغذائيه بتاعتنا، زي العرقسوس. العرقسوس من افضل المشروبات الرمضانيه اللي احنا ممكن نتناولها، ولكن يحظر على المرضى الكلى ان هم يتناولوها بكميه كبيره. من مميزات العرقسوس ان هو ما بيحسسش الانسان بالعطش في الصيام، يعني نقدر نشربه على الفطار ونقدر نشربه على السحور، وافضل كميه يقدر يتناولها الشخص من العرقسوس على مدار اليوم من الفطار للسحور ما تزيدش عن لتر، يبقى كده في المعقول. الحاجة الثانية اللي ممكن نتناولها الكركديه. الكركديه طبعا عليه أقاويل كتيرة جدا لمرضى الضغط، ان هو يخفض الضغط ويعلي الضغط. لا، هو ما بيعملش حاجة غير انه بيخفض الضغط فعلا للمرضى الضغط المرتفع، سواء المنقوع او المغلي. والافضل كمان ان احنا ما نسكروش، ما نحطلوش سكر بكمية كبيرة قوي، على اساس ان السكريات طبعا بتضر حتى في الشهر الكريم، بتضر برضه نفس الكلام. المشروب الثالث اللي هو التمر هندي. يفضل طبعا التمر هندي الطبيعي. التمر هندي الطبيعي من مميزاته كمان ان هو ملين طبيعي، بيساعد الامعاء على الحركه بتاعتها وهضم الغذاء، وبيسهل او بيسرع من عمليه هضم الغذاء. طبعا احنا بيحصل لخبطه عندنا كبيره جدا في الاكل في الشهر الكريم، بنتناول محمرات ومشمرات ومسبكات واكلات. كل ست بيت بتتفنن انها تعمل الاكل بطريقه مختلفه، بتعتمد كلها على التسبيك والاكل بالتوابل الكتيره. من مميزات التمر الهندي ان هو بيساعد على او بيسرع من عمليه الهضم، وما بيعملش مشاكل في الجهاز الهضمي اثناء التناول. افضل كميه برضو للتناول على مدار اليوم لتر، من الفطار لحد السحور تكون موزعه ما بين الفطار والسحور. ومن اجمل حاجه كمان في التمر الهندي ان احنا نقدر نتناوله مثلا بعد صلاه التراويح، لان الجسم بيبقى فيه اجهاد وكده. الخروب مشروب شعبي مشهور قوي في منطقه اسكندريه، من المشروبات الاساسيه اللي موجوده هناك، بيتناولوه طول السنه، ولكن العامه بيتناولوه بس في الشهر الكريم. برضو يعتبر ملين طبيعي، ويعتبر من اقوى الحاجات اللي بتحتوي على مضادات الاكسده الطبيعيه اللي تقدر تخلص الجسم من السموم والشوارد طول اليوم. نقدر نتناولها برضو بكميه معقوله، ما تزيدش عن لتر او لتر ونص على اقصى تقدير، من الفطار لحد السحور، متوزعه طبعا، ما بنشربش منها كميات كبيره، كوبايه او اتنين على الاكثر على الفطار، ونبدا بعد التراويح برضو كوبايه او اتنين، وعلى السحور كوبايه. الجزء الثاني اللي هنتكلم عليه العصائر الطبيعيه. من افضل الحاجات اللي ممكن نتناولها في الشهر الكريم العصائر الطبيعيه، سواء في صوره مباشره او غير مباشره. الصوره المباشره اللي هي بنجيب الفاكهه ونضربها في الخلاط مع شويه ميه وشويه سكر، ونحاول نستفيد بالسكريات الطبيعيه اللي موجوده في الفاكهه، بحيث ما نحط السكر بكميه كبيره. ونقدر نعمل كمان كوكتيلات ما بين الفواكه وبعضها، بحيث نستفيد بالقيمة الغذائية العالية، لأن الفواكه تعتبر منجم للفيتامينات والأملاح المعدنية. المية اللي بنستخدمها في الفاكهة طبعا لازم نكون مية قليلة شوية، لو الفاكهة دي عصيرية زي الفراولة مثلا وهي دلوقتي متوفرة في الأسواق، لو التوت مثلا، كل ده نقدر نستخدم معاه كمية مية قليلة، وبالتالي نستفيد بالمية الطبيعية اللي هي أو العصير الطبيعي اللي موجود في الفاكهة. وإن كان في فاكهة محتاجة كمية مية أكبر شوية زي الجوافة مثلا، زي التفاح، الحاجات دي بتحتاج كمية مية أكبر شوية، ولكن أنا عايز أقلل السكر بقدر المستطاع واستفيد بطعم الفاكهة الطبيعي. الجماعة اللي عايزين يخسوا بقى في رمضان نستغلها إزاي في الفاكهة دي؟
لو احنا بنتناول الفاكهه في صورتها الطبيعيه ما بنحطش عليها سكر، بناكلها في صورتها الطبيعيه. الفرق بين العصير بالسكر والعصير من غير سكر ان لما بنيجي نستخدم العصير بالسكر بنحط كميه ميه كبيره وكميه سكر كتير. لو انا عايز اعمل الفاكهه بدون سكر بستخدم كميه فاكهه مع حبه ميه قليله بحيث استفيد بالطعم الطبيعي للفاكهه. افضل نسبه او افضل كميه لتناول الميه من الفطار للسحور من 2 ل 3 لتر. طبعا انا ما اقدرش امسك يعني، او احنا دلوقتي رمضان داخل علينا كمان في جزء من الشتاء، فبالتالي مش هنحتاج يعني الجسم ما يحسش ان هو قابل او عاوز كميه ميه كبيره. فافضل طريقه لتناول الميه ان بحط جنبي ازازه 2 لتر مثلا على سبيل المثال، وهي دي اللي بشرب منها من الفطار للسحور كل شويه كوبايه. حتى وانا بصلي التراويح ما بين الركعتين والركعتين اقدر اخد كوبايه ميه، يبقى بالتالي الجسم بيقدر يستفيد بكميه ميه كبيره على مدار اليوم. هنتكلم النهارده على الحلويات الرمضانيه. كتير منا بيستنى رمضان عشان يشتهي الحلويات الرمضانيه اللي عباره عن لقمه القاضي وبلح الشام والهريسه والبسبوسه والكنافه والقطايف. هنعرف ازاي الحلويات ديت نعدها باسلوب صحي سليم، ايه المواعيد المناسبه لتناولها واستهلاكها، وايه الكميات اللي نقدر ناكلها بشكل صحي بدون تسبب اي اضرار لافراد الاسره. بالنسبة للحلويات لا ينصح باستهلاكها مباشرة قبل الوجبة الأساسية، بالعكس المفروض إن أنا آكل وجبة أساسية متوازنة وتلي الوجبة الأساسية بأقل من مش أقل من ساعة أو ممكن نص ساعة، لأن هي هتعمل ارتباك للجهاز الهضمي، هتعمل حموضة في حالة لو أنا تناولتها قبل الوجبة أو بعد الوجبة مباشرة. طيب بننصح ربة البيت إن هي ما تجلبش الحلويات بكمية كبيرة وما تحطش أنواع متعددة منها على مائدة رمضان، بحيث إن دايما الإنسان بيشتهي الطعم الحلو، بيشتهي الحلويات وبيديلها أولوية، لأن هي بتسبب ارتفاع هرمون السيروتونين المبهج بيدي شعور بالسعادة لفترة مؤقتة، وبالتالي هنبعد الحلويات دي في فترة تناول الوجبات الأساسية، وما تبقاش محطوطة بشكل متنوع، وما أقدمهاش لأسرتي بشكل يومي على مائدة رمضان. ممكن تكون خلال 2 ل 3 مرات في الأسبوع، وبستبدلها بأنواع الفواكه الأخرى الصحية. طيب اما نيجي نعدها بشكل صحي هنعدها ازاي؟ بالنسبة للحلويات اللي هي زي البسبوسة والهريسة، أنا ممكن أحط مع مكونات الدقيق المستخدم مسحوق الخروب أو مسحوق التمر، أو استخدم بالنسبة للدهون أعمل اختزال لكمية الدهون المستخدمة بحيث أختصر ربع كمية الدهن المستخدم. مش هستخدم فيها الدهون الصناعية أو المارجرين، هستخدم فيها السمن الطبيعي أو القشطة الطبيعية. أيضا بستخدم الشربات اللي هيتم استخدامه بالنسبة للحلويات الرمضانية اللي هو محلول السكري، أحاول إن أنا أستغنى عنه، أو لو أنا استخدمته أستخدمه بكمية قليلة. استخدم طريقة الرش على الوش. بالنسبة طبعا الهريسة أو البسبوسة ممكن استبدل الشراب السكري بمحلول دبس التمر أو العسل الأسود أو العسل الأبيض. هيكون طبعا مفيد من الناحية الغذائية، احتوائه على العناصر الغذائية والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وبالتالي بديت مكون عالي في القيمة الغذائية. بالنسبة للقطايف أحاول إن أنا أعمل الوحدات صغيرة الحجم بحيث إن أنا ما استهلكش قطعة كبيرة الحجم تديني تأثير صحي سيء. بالنسبة لحشوة القطايف ممكن إن أنا أستخدم الحشوة من التمر الكامل أو قطع التمر كبديل للزبيب. أيضا بالنسبة للكنافة لا يفضل استخدام الكنافة السادة، يفضل استخدام الكنافة المحشوة، خصوصا لو هي محشوة بالمكسرات أو بقطع التمر أو بالزبيب.
طبعا ده بيرفع القيمه الغذائيه ليها، لان طبعا التمر والمكسرات ديت مصدر للفيتامينات والعناصر المعدنيه ومضادات الاكسده، ومصدر كمان للالياف الغذائيه. الالياف الغذائيه ليها دور في ان هي بتنظم عمليه امتصاص السكر، وبتمنع الارتفاع السريع الصاروخي لسكر الدم، وبالتالي ده هيكون مفيد لمرضى السكر مع اتباع الوصفه الطبيه واتخاذ الادويه اللازمه المناسبه حسب وصفه الطبيب. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن هناك بعض الحالات المرضيه اللي بيعاني منها بعض الافراد الموجودين على مستوى العالم كله، بتساهم الحبوب ومنتجاتها في علاج او الحد من هذه الامراض، ومنها مرض حساسيه الجلوتين. ويساهم مع تكنولوجيا الاغذيه وخاصه قسم الخبز والعجائن في صرح موجود عندنا، او موجود يعني موسوعه كامله جدا في علاج مثل هذه الامراض عندنا في معهد تكنولوجيا الاغذيه وقسم الخبز والعجائن. ومرض حساسيه الجلوتين من الامراض الشائعه الموجوده على مستوى العالم، وبتزداد سنويا هذا المرض. والافراد اللي بيعانوا من حساسيه الجلوتين، ان هذه الافراد بيعاني من ان هناك بعد عدم التمثيل الغذائي الكامل لجلوتين القمح والشعير والشوفان والراي والتريتيكال. هناك 5 محاصيل رئيسيه بيعاني منها هذه الافراد عند تناولهم لمثل هذه البروتينات، بتؤدي الى مشاكل في القناه الهضميه والتهابات في القناه الهضميه، بتؤدي الى عدم التمثيل الغذائي الكامل لبعض العناصر الغذائيه، وبالتالي بتؤدي الى نقص بالفيتامينات ونقص عام وضعف عام وتدرج في البدن، وضعف عام في البدن وضعف عام في الجسم ونقص في الشهيه. وهذا الكلام كله بيتناوله بعض الافراد اللي عندهم المشاكل دي. العلماء فسروا هذا الكلام، قالوا ان هذا الكلام بيحدث من تناول هذه البروتينات لل5 محاصيل السابقه، نظرا لانها بتعمل بعض الالتهابات في القناه الهضميه وتغير في جدار الامعاء الموجود من وضع موازي الى وضع عمودي. هذه التغيرات اللي بتعملها هذه البروتينات بتؤدي الى مثل هذه الاعراض. وبالتالي مع تكنولوجيا الاغذيه وخاصه قسم الخبز والعجائن تدخل وعمل موسوعه كامله او قسم كامل لحساسيه الجلوتين لتناول او بدائل او اغذيه بديله لمثل هذه الامراض او للعلاج لتتناولها هذه الافراد، ومنها ان نبتعد هذا الفرد نهائيا عن تناول البروتينات الناتجه من هذه المحاصيل. وقسم الخبز والعجائن ومع التكنولوجيا الاغذيه دلوقتي حاليا، وهناك بعض الابحاث وبعض الاشخاص على مستوى العالم كله بيعاني هذه المشكله انها تزداد سنويا. تدخل قسم الخبز والعجائن في هنا في معهد التابع لمعهد التكنولوجيا الاغذيه في انتاج بعض المنتجات من الذره الرفيعه ومن الذره الشاميه ومن الارز ومن بعض الخضروات زي فول الصويا وغيرها، وبعض المحاصيل اما ميكس من هذه المكونات او منفرده. بنعمل منها خبز بلدي وخبز افرنجي وبعض المعجنات الاخرى زي المكرونات وغيرها، وبعض الحلويات مع اضافه بعض المحسنات لتعويض النقص في هذه الافراد. هذا المرض بيعاني منه الاناث اكثر من الذكور بنسبه 3 إلى 1. بتزداد النسبه سنويا في الفئه العمريه، بتبدا من 3 سنين لغايه الاخر، وبتزداد اكثر عند 30 سنه لغايه 50 سنه.